حبايبي طلاب اولى ثانوي، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في الدرس الاخير في السنه كلها. الدرس دوت ان شاء الله هناخدوه مع بعض على حصتين. يعني بالنسبه لنا احنا ان شاء الله النهارده الحصه اللي قبل الاخيره. الحصه الجايه بتاعت الاسبوع الجاي هتبقى الحصه الاخيره بيني وبينكم ان شاء الله، ونبقى خلصنا المنهج. وان شاء الله هعمل لك مراجعه كده تليق بيك. نفس المراجعه اللي عملناها الترم الاول. اشتغلت معاك ما قصرتش معاك في حاجه، سمعتك مراجعتك في الترم الاول، سمعتك منهجك. كذلك الترم الثاني برضه سمعتك المنهج بتاعك الحمد لله، وربنا كرمنا وخلصنا. وفي نفس الوقت برضه هسمعك المراجعه بتاعتك ومش ناسيك. سنين الهزار خلصت، او سنه الهزار بالنسبه لنا خلصت، اللي هي سنه اولى. سنه تانية من السنه الجايه ان شاء الله سيستم جديد خالص. هتلاقي نفسك بادئ من شهر 8. هتبدا دروسك، هتبدا العربي، هتبدا الانجليزي، هتبدا التاريخ، هتبدا ماده التخصص بتاعت حضرتك. هتبقى سنه تقيله شويه عشان لسه جديده. مش عايزك تشتت نفسك. السنه الجايه دي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اللي هيكسب فيها او اللي هيجيب درجه حلوه هو الانسان الراسي والعاقل اللي هو عارف هو بيعمل ايه. لكن لو شتت نفسك بين المدرسين وبين الورق وما بين الاسئله وما بين ده اخترع حاجه وده عمل حاجه، السيستم دوت هيضيعك. لان السنه سنه جديده، فمحتاجه منك تركيز ومحتاجه تبقى انت طالب تقيل عارف انت بتعمل ايه. ربنا يوفقكم السنه الجايه ان شاء الله، واتمنى لكم كل خير. نبدا يلا بينا. عندنا في اخر درس في الوحده عشان ما نطولوش عليكم. عندي اخر درس بيكلمني عن ايه؟ قال لك بيكلمك عن مصر تحت الحكم الروماني. احنا عرفنا في الدرس الثالث اتكلمنا عن حضاره اسمها الحضاره الرومانيه، اتكلمنا ازاي نشأت والاوضاع السياسيه بتاعتها ازاي، وعرفنا المظاهر بتاعتها كلها. فبيقول لك الرومان دول جم احتلوا مصر. وانا عارف ان هم دخلوا مصر بعد معركه اسمها معركه اكتيوم البحريه. الرومان بعد ما دخلوا مصر، انا عايز اعرف بقى مصر كان شكلها عامل ازاي لما الرومان كانوا بيحكمونا. هو ده اخر درس عند حضرتك اللي هو مصر تحت حكم الرومان. لما تيجي تبص للحضاره الرومانيه، فالحضاره الرومانيه كان عندها ولايات ياما قوي. احنا قلنا احتلت مناطق كتير، احتلت سوريا، احتلت اللي هي الحضاره الفينيقيه، احتلت مناطق كتير ياما قوي. فاذا الحضاره الرومانيه عندها ولايات، يعني عندها مدن كده تابعه ليها هي اللي بتسيطر عليها. قال لك لما تيجي تتكلم عن مصر تخلي بالك. ليه يا عم؟ قال لك عشان مصر ولاية رومانية، يعني الرومان بيسيطروا عليها. بس مصر مش زي اي ولاية رومانية، مصر مختلفة عن الولايات الرومانية كلها. فلما بيجي يتكلم بيقول لك ايه؟ قال لك تعد مصر مركزا خاصا عن بقية الولايات الرومانية. يعني مصر ولاية رومانية بس غير باقي الولايات الرومانية. ايه اللي بيميز مصر عن باقي الولايات الرومانية؟ قال لك بيميزها 3 حاجات. اول حاجة ان موقع مصر متميز، اللي هو كان موجود وسط قارات العالم القديم، اسيا وافريقيا واوروبا. يبقى افريقيا او عندي مصر ليها موقع متميز، ادي اول ميزة عند حضرتك. وبسبب موقعها المتميز بقى عندها تحكم تجاري، ادي رقم 2. يبقى مصر عندها موقع متميز، عندها تحكم تجاري. واهم حاجه في مصر بالنسبه للرومان اللي هم لما كانوا يعوزوا ياكلوا كانوا يجوا ياخدوا من عندنا القمح. فكانت هي مصدر الغذاء بالنسبه لهم من حيث القمح او الغلال. يبقى انا لما بتكلم عن مصر بقول لك مصر ولايه رومانيه بس مش زي اي ولايه رومانيه. ليه يا عم؟ قال لك مختلفة. قلنا عندها كام حاجة؟ عندها 3. 1 عندها موقع جغرافي، قلنا موقع جغرافي متميز. والموقع ده خلى عندها التحكم في الطرق التجارية. يبقى عندها موقع جغرافي، تحكم في الطرق التجارية. قلنا 3 حاجة واهم حاجة بالنسبة لروما ان هم كانوا بياخدوا القمح اللازم بتاعهم كانوا بياخدوه من مصر. يبقى مصر كانت بتمد روما بالغلال اللي هي القمح. طيب ادي اول سؤال عرفناه. يلا بينا بقى. لما الرومان جم عندنا شكل الحياة عندنا بقى عامل ازاي؟ قال لي هكلمك عن الاحوال السياسية، الاحوال الاقتصادية، الاوضاع الاجتماعية، هكلمك عن الحياة الدينية والثقافية والفكرية والفنية. النهارده باذن الله هناخده مع بعض الحياة السياسية، هناخده الاقتصادية، وهناخده مع بعض الاجتماعية اللي هي طبقات المجتمع. لما يجي يبدأ مع حضرتك اول حاجة بيكلمك عن الحياة السياسية في مصر. فبيقول لك كده ايه؟ هي الحضارة الرومانية لما كانت بتخش اي ولاية تسيطر عليها كانت بتحكمها بأنه طريقة. فبيقول لك ان هنا روما لما كانت بتخش تحتل اي ولاية كانت بتعين عليها قنصل من القناصل السابقة. لو تفتكر الدرس اللي فات كده احنا قلنا لما اتغير النظام من ملك الجمهوري بقوا بيجيبوا القناصل دول بيتم انتخابهم لمدة عام، بعد العام اركن ويجيبوا واحد غيره. فانا عندي ناس ياما قوي اشتغلوا قناصل، فبيعملوا ايه؟ كل لما يحتلوا ولاية يجيبوا قنصل من القناصل السابقة في روما هو اللي يحكم الولاية دي.
يبقى ده نظام الحكم عموما في روما. اي ولايه ناخدوها نجيبه قنصل سابق. بس احنا لسه قايلين ان مصر ولايه مش زي اي ولايه، يبقى مصر ولايه مختلفه. مصر ولايه مختلفه جغرافيا من حيث الموقع، واقتصاديا تحكم تجاري والقمح. فعشان مصر مختلفه عن باقي الولايات، فالامبراطور قرر ان الحكم بتاع مصر يبقى مختلف عن باقي الولايات. فعمل ايه؟ بص يا حاج، قال لك كان نظام الحكم السياسي المتبع في الامبراطوريه الرومانيه يقضي ان يحكم الولايه قنصل سابق او قنصل سابق هو اللي هيحكم الولايه. بس عشان مصر ليها اهميه اقتصاديه وجغرافيه، فده خلى الامبراطور اغسطس يقرر الاتي بقى. عمل حاجتين. واحد قال لك ان يكون حكم مصر، يبقى واحد ايه؟ ان يكون حكم مصر ماله يا عم؟ قال لك تابعا له. يعني بالعربي كده الاوامر تيجي من الامبراطور مباشره، هو اللي يقول للحاكم بتاعها اعمل كذا، يبقى الحاكم تابعا له يتلقى الاوامر مباشره من الامبراطور. رقم اتنين، قال لك الحاكم اللي هيحكم ده مش اي حاكم، لازم يبقى من طبقه الفرسان. يبقى واحد، ان يكون حكم مصر تابعا له، يعني الحاكم بتاعها يتلقى الاوامر مباشره من الامبراطور. اتنين، الحاكم يبقى من طبقه الفرسان. وما تجيبليش اي فارس، لازم الفارس ده ذو كفاءة ومهارة ادارية ومالية وعسكرية، يعرف يدير ويعرف يشوف فلوسه دي جاية منين ورايحة فين، ويبقى قوي عسكريا. يبقى واحد قال لك ايه؟ قال لك ان يكون حكم مصر تابعا له من طبقة الفرسان، ومش أي فارس، لازم يبقى ذو كفاءة ومهارة إدارية ومالية وعسكرية. أدي أول حاجة هو قررها. قال لك رقم اتنين، لما تيجي تفتكر الدرس اللي فات كده، قال لك خلي بالك الدرس اللي فات اللي انقلب عن النظام الملكي وخلى النظام الجمهوري يقوم كان الناس اللي هم اسمهم مجلس الشيوخ، اللي هم كان اسمهم السناتو. فالامبراطور اغسطس هنا كان مدرك ان الناس ديت في اي منطقه ممكن تعمل لبش، فقال لك بس عشان مصر دولة مهمة بالنسبة لي، او عشان هي ولاية مهمة بالنسبة لي، الناس دي ما تخشش مصر، واللي عايز يخش مصر ما يخشش غير بإذني. يبقى تاني حاجة قال لك ايه؟ حظر على اي شخص من اعضاء السناتو الدخول الى مصر الا باذن مباشر من الامبراطور. اللي عايز يخش يستأذني وانا اللي اقول له اه، انا اللي اقول له لا. طيب عشان اسيطر على مصر الراجل ده قسمها لثلاث اجزاء. ايه الثلاث اجزاء يا عم؟ قال لك عمل تقسيم اداري فقسمها مصر السفلى، مصر الوسطى، مصر العليا. يعني جاب دولة مصر كده قام جاي مقسمها، قال لك الحته اللي فوق ديت، الحته اللي فوق دي اسمها مصر السفلى. ليه؟ عشان هي اوطى ارض. لما تيجي تبص على الانحدار بتاعك احنا بننحدره منين لمنين؟ قال لك من الجنوب للشمال، فسمى ديت مصر السفلى. اللي في النص سماها الوسطى. طب اللي تحت خالص قال لك سماها مصر العليا عشان الانحدار بتاعي جاي من هنا. يبقى قسم مصر لثلاث اجزاء. ليه يا عم؟ عشان يعرف يديرها. بيقول لك مصر السفلى اللي هو بالنسبه لك الوجه البحري اللي هو فوق. طب مصر الوسطى قال لك الجزء الشمالي من الوجه القبلي، يعني لو دوت كده بالنسبه لك الوجه القبلي، فانا قسمته نصين، خليت فيه جزء شمالي وجزء جنوبي. الجزء الشمالي بتاع الوجه القبلي هو ده مصر الوسطى، لكن الجزء الجنوبي بتاع الوجه القبلي هو ده مصر العليا. يبقى سريعا كده لما بقول لك الاحوال السياسيه بقول لك الاحوال السياسيه كانت في روما عامله ازاي؟ اي ولايه بنحكمها بنجيبوا عليها قنصل سابق. بس عشان مصر مختلفه اقتصاديا وجغرافيا قرر الامبراطور حاجتين. اول حاجه قال لك ايه؟ ان يكون حكم مصر تابعا له من الفرسان، والفارس دوت لازم يبقى ذو كفاءة ومهارة إدارية مالية عسكرية. اتنين، منع دخول أعضاء السناتو في مصر إلا بإذن منه، محدش يخش غير لما أنا أقول له. وعشان يعرف يسيطر على مصر قسمها ثلاث أجزاء، مصر السفلى، مصر الوسطى، مصر العليا، عشان يعرف يديرها. طب إيه يا عم الأسئلة اللي ممكن تيجي لك هنا؟ يلا بينا. هو النظام السياسي في مصر اختلف عن نظام في باقي الولايات الرومانية بفضل ايه؟ تقول لي بفضل ان مصر متميزة جغرافيا واقتصاديا. يبقى بفضل التميز الجغرافي والاقتصادي بتاع مصر، خلاها تتبع نظام سياسي مختلف عن باقي الولايات الرومانية. ادي اول سؤال ممكن يجي لك.
طب الحاكم هنا قرر حبة حاجات، قال لك ان يكون الحكم تابعا له، يعني بياخدوا الاوامر منه. اتنين، قال لك اللي يحكم لازم يبقى من طبقة الفرسان. الفرسان دول يا عم اللي هم قادة الجيش، اللي هم الجنود. اذا هنا اللي هيحكم رجل عسكري، يبقى الحكم اللي هيحكم الدولة رجل مدني ولا رجل عسكري؟ ده يبقى ده رجل عسكري. يبقى تحول حكم مصر الى الحكم العسكري، لان اللي سيطر علينا هو الفرسان او طبقة الفرسان، فدي ناس عسكريين. فواحد يقول لي اشمعنى اختار دول؟ ما هو لسه قايل لك اهو ذو كفاءة، لازم يبقى عندهم ايه؟ كفاءة. بعدين دول الجنود بتوعه جنود المخلصين، يعني دول بالنسبة له اهل الثقة. يبقى لو قال لحضرتك ليه اختار الفرسان، اقول له عشان حاجتين: عندهم كفاءة وهم اهل الثقة بالنسبة له. طيب يجي يقول لك هو ليه قسم مصر لثلاث اجزاء؟ اقول له عشان يعرف يديرها، يبقى لسهولة ادارها او سهولة اداراتها. ادي عند حضرتك الحياة السياسية. يبقى الحياة السياسية كل ولاية رومانية كان بيحكمها قنصل، بس عشان مصر ولاية مختلفة اقتصاديا وجغرافيا قرر حاجتين: أن يكون حكم مصر تابعا له من الفرسان ذو كفاءة إدارية ومالية وعسكرية. اتنين، منع دخول أعضاء السناتو إلا بإذن منه. أقول له بعد كده قسم مصر إلى 3 أجزاء لسهولة إدارتها: مصر العليا أو مصر السفلى، مصر الوسطى، مصر العليا. ادي عند حضرتك الاحوال السياسيه. يجي تاني حاجه عند حضرتك يقول لك بقى يلا بينا كلمني عن الاوضاع الاقتصاديه او الحياه الاقتصاديه في مصر في عهد الامبراطوريه الرومانيه. فبقول لحضرتك انا حاجتين: احنا لسه واخدين في البدايه ان مصر ولايه مختلفه عن باقي الولايات. ليه؟ عشان بتمدني عندها موقع جغرافي، عندها تحكم تجاري، وبتمدني بالقمح. فبقول لك عندها تحكم تجاري، اذا مصر داخل لها فلوس. بتمدني بالقمح، اذا هي بالنسبه لي مصدر للغلال. فبيقول لك ان مصر بالنسبه لروما كانت بتمدها بحاجتين: بتمدها بالاموال والغلال، بتديني فلوس بتديني غلال، بتديني فلوس بتديني غلال. طب انا في منطقه بتديني اكل وبتديني فلوس، هل المنطقه دي هسيبها من غير ما اطورها ولا اطورها؟ قال لك لا، هطورها. اذا الرومان اهتموا بتطوير مصر. ليه؟ لانها مصدر للمال والغلال، بتديني ميه او اسف بتديني غلال اللي هي القمح بتاعتي، وبتديني الاموال. فطالما هي بتديني دوت يبقى انا لازم اطورها. يبقى لو سأل حضرتك ليه الرومان اهتموا بتطوير اقتصاد مصر، اقول له لان مصر بالنسبه لهم كانت مصدر للمال والغلال، بتديني فلوس بتديني قمح، فاهتموا بتطوير الحياه الاقتصاديه. اللي هي ايه يا عم الحياه الاقتصاديه؟ قال لك اللي هي زراعه، اللي هي صناعه، اللي هي تجاره. طب يلا بينا كلمني عن واحده واحده فيهم. اول حاجه هكلم حضرتك عليها هي الزراعه. الزراعه انا بعلمها كده: حفر تطهير، حفر تطهير، ضبط واتنين زياده، حفر تطهير ضبط واتنين زياده. قال لك الرومان عملوا ايه عشان يطوروا الزراعه؟ قال لك رقم واحد حفر ترع جديده، حفر ترع جديده، وتطهير الترع القديمه. عملنا ترع جديده عشان نتوسع في الزراعه، وبالتالي الترع القديمه احنا صلحناها فعملنا لها عمليه تطهير. يبقى حفر ترع جديده، تطهير الترع القديمه. طب كده احنا بنعمله ايه في ميه النيل؟ بنحاول نظبطوها. فقال لك ضبط مياه النيل، ضبط مياه النيل. يبقى انا بعلم الزراعه اهو، بعلم الزراعه عشان ما تنساهاش. بقول له ايه؟ حفر تطهير ضبط واتنين زياده. واحد حفر الترع، حفر الترع الجديده. اتنين تطهير الترع القديمه. تلاته ضبط مياه النيل. طب الاتنين زياده، قال لك مصر بتدينا القمح، يبقى احنا بالتلقائي كده عقلانيا عايزين نزوده دخلنا من القمح، يبقى احنا عايزين نزوده المحصول. يبقى اول زياده عند حضرتك هي زياده المحاصيل الزراعيه، خاصه من القمح اللي احنا بناخده من مصر. طيب عندك ايه تاني؟ قال لك هنزوده حبه محاصيل كده زي ايه؟ قال لك خضار، فاكهه، نبات البردي، واخر حاجه نباتات الزينه اللي احنا بنستخدمها في الزينه. يبقى هنزوده بعض المحاصيل زي ايه؟ فاكهه، خضروات، نبات البردي، ونباتات الزينه. يبقى لما اتكلم الرومان عملوا ايه في الزراعه هتقول لي 5 كلمات: حفر، تطهير، ضبط اتنين زياده،
حفر الترع الجديده. بعد كده 2 تطهير الترع القديمه، ضبط مياه النيل. بعد ما ضبطوا مياه النيل زياده هقول له رقم 1 زياده المحاصيل خاصه من القمح، وهقول له 2 زياده بعض المحاصيل زي ايه يا عم؟ شبه الخضار، شبه الفاكهه، شبه النبات البردي، وشبه نباتات الزينه. وخلي بالك خلي بالك من نبات البردي. نبات البردي اللي خدناه في الوحده الاولى ان مصر الدوله الوحيده في العالم اللي كانت بتصدر نبات البردي، فهم هنا زودوا انتاجه عشان عايزين يصدروه، بيبقى اهتموا بيه لان مصر الدوله الوحيده المصدره ليه في العالم، ليها الاسبقيه فيه، هي صاحبه نبات البردي. ادي عند حضرتك الزراعه. طيب انقلني الرقم 2 اللي هي الصناعه. لما الناس دي حبت تطور الصناعه في مصر، اللي هم الرومان حبوا يطوروا الصناعه في مصر، عقلانيا كده هم ما دخلوليش صناعات جديده، هم شافوا ايه الصناعات ان المصريين كانوا متقنينها واهتموا بيها. طب مين يا عم الصناعات اللي مصر كانت متقناها؟ ده انا حفظتها، ده خدتها في الترم الاول واخدتها عندك في البطالمه لما جم عرفنا الصناعات اللي مصر كانت متميزه بيها. قلنا عندنا صناعات شبه مين يا عم؟ بص بقولهم كده: بردي، نسيج، يبقى بردي، نسيج اللي هو نبات البردي والغزل والنسيج، يبقى بردي، نسيج. عندنا صناعه الفخار وصناعه الادوات المنزليه، يبقى فخاريه منزليه، يبقى بردي، نسيج، بردي، نسيج، فخاريه منزليه. عندنا صناعه الزجاج والصناعات الخشبيه، يبقى بردي، نسيج، فخاريه منزليه، زجاجيه خشبيه. عندنا صناعات معدنيه شبه ايه؟ شبه الذهب والفضه، يبقى معدنيه ذهب فضه، معدنيه ذهب فضه. عندنا صناعات شبه الزيوت والعطور والعقاقير الطبيه، يبقى لما بقول لك الصناعات اللي كانت عندنا في مصر: بردي، نسيج، فخاريه، عندك منزليه، عندك زجاجيه، عندك خشبيه، عندك معدنيه، ذهبيه، فضه، عندك العطور وعندك العقاقير والنباتات الزيتيه او اللي هي صناعه الزيوت. ادي الصناعات اللي كانت موجوده عندك. طيب بعد ما خلص لك الصناعه دي قال لك خلي بالك هكلمك عن شخصيتين. من الشخصيتين دول يا عم؟ قال لك واحد اسمه هدريان. فكاتب لك ايه؟ هدريان يتحدث عن الاسكندريه، كان راجل وش امه فقر علينا. قال لك هدريان دوت كان امبراطور الحضاره الرومانيه، زار اسكندريه في القرن الثاني قبل الميلاد، راجل وشه فقر. عمل ايه بقى؟ الراجل ده لما دخل اسكندريه كده بص قال علينا ايه الراجل اللي اسمه هدريان دوت؟ قال لك اسكندريه مدينة ثرية، مدينة غنية. يبقى هدريان قال لك ايه؟ اسكندرية مدينة ثرية، مدينة غنية. قال لك الاسكندرانية دول معاهم فلوس. وبص قال لك ايه تاني؟ ولا يوجد احد عاطل عن العمل، كله شغال، مفيش حد قاعد في بيتهم، كل اسكندريه شغاله، شغالين في الازاز وشغالين في النسيج. قلت له يا عم كتر خيرك يا عم، يبقى احنا الناس معانا فلوس وناس شغاله. بص انا جاي لك ايه بقى؟ حتى العجزه شغالين. بيقول لك حتى الناس العجزه والناس المكفوفين اللي هم العميان كلهم شغالين، مفيش حد قاعد في البيت. يا عم الله اكبر في وشك، سيب الناس شغاله. قال لك حتى من قطعت ايديهم لم يكفوا عن العمل. بيقول لك حتى اللي دراعه مقطوع شغال. ومن ساعتها الله اكبر وشباب اسكندريه كلنا قاعدين تحت على القهاوي. يبقى هدريان دوت لما زار اسكندريه قال لك ايه؟ قال لك يلا بينا، اسكندريه مدينه ثريه، مدينه غنيه، ولا يوجد احد عاطل عن العمل، كله شغال. شغالين في ايه الاسكندرانيه؟ قال لك في الزجاج والنسيج. حتى العجزه والعميان ومن فقدوا ايديهم كله شغال. فده يدل على ايه يا عم الحاج؟ قال لك يدل ان الفتره بتاعت الحضاره الرومانيه لما جه فيها هدريان زار مصر لم يكن هناك بطاله في الاسكندريه، مفيش بطاله عندنا خالص. بالاضافه الى انت بتقول لي من ضمن الناس اللي اشتغلت اصحاب العاهات والعجزه والعميان ومن فقدوا ايديهم، من فقدوا ايديهم. يبقى حتى احنا هنا عندنا في اسكندريه كان عندنا رعايه اجتماعيه، اللي حتى الناس العجزه او اللي عندهم عاهات احنا سيبناهم يشتغلوا. يبقى احنا ده بيدل على ايه؟ رعايه صحيه، ما عندناش بطاله، رعايه صحيه وما عندناش بطاله. طيب تاني واحد هتكلم عليه هو المؤرخ اللي اسمه استرابون. استرابون برضو لما زار اسكندريه ولقينا شغالين، احنا لسه عارفين ان احنا كنا شغالين في الازاز. فاسترابون دوت لما زارنا لاحظ حاجه جميله قوي. قال لك الصانع الاسكندراني اللي شغال في الازاز ده عنده اسرار الصناعه بتاعت الازاز.
قال لك الناس دي مبدعه قوي في صناعه الزجاج، فعندهم الاسرار بتاعت صناعه الزجاج، بالاضافه الى ان التربه بتاعت مصر اللي بيعملوا منها الزجاج فيها بعض المواد هتساعدك تعمل الزجاج الملون. يعني بالعربي كده بيقول لك انت التربه بتاعتك فيها كذا ماده عضويه، لو حطيتها عندك على الازاز هتلون لك الازاز وهتطلع ازاز ملون، ازاز جميل. يبقى الراجل دوت اتكلم عن حاجتين، ان الصانع الاسكندراني الصانع اللي بتاع اسكندريه معاه اسرار صناعه الزجاج، وان التربه عندنا فيها بعض المواد بتساعدنا ان احنا نعمله الازاز الملون. يبقى ده يدل ان المصري القديم وخاصة بتاع اسكندرية اللي شغال في الازاز عنده تميز حرفي، الراجل ده بيعرف يشتغل رقم واحد في شغله، وبيدل ان احنا متقدمين في علوم زي تقول لي الكيمياء والجيولوجيا. طب ليه يا عم؟ الكيمياء لان احنا حولنا التربة لازاز، والجيولوجيا لان احنا عرفنا المواد اللي موجوده في التربه، فاحنا كده تقدمنا في الكيمياء وتقدمنا في الجيولوجيا. ادي عندك الشخصيتين اللي اتكلموا عندك في الصناعه، يبقى هادريان وعندك المؤرخ اللي اسمه استرابون. نبدا عندك ثالث حاجه في الحياه الاقتصاديه وهي التجاره. لما اجي اكلمك عن التجاره، فانا التجاره انقسمت عندي حاجتين، تجاره داخليه تجاره خارجيه. تجاره داخليه يعني جوه الدوله، تجاره خارجيه يعني بره الدوله. فبيقول لك والله لما تيجي تبص عن التجاره الداخليه جوه مصر اثناء حكم الرومان كانت عامله ازاي، قال لك الرومان دول اول ما جم مهدوا لنا الطرق، صلحوا الطرق بتاعتنا كده وعندنا خلينا شبكه طرق نضيفه قوي ومحترمه قوي. عملوا ايه تاني؟ قال لك لا ما عملوش بقى، قال لك المصريين احرار روحوا تاجروا زي ما تتاجروا، دي تجاره داخليه. يبقى هم صلحوا لنا الطرق وسابونا نتاجروا براحتنا جوه الدوله. فبيقول لك اهو اهتم بها الرومان فقاموا بتحسين الطرق وتمهيدها، مهدوا الطرق اللي احنا بنمشوا عليها. فعملوا ايه تاني بقى؟ احنا اللي عملنا. فبيقول لك ايه؟ مارس سكان مصر في عهد الرومان بكل حريه، احنا خلاص اشتغلنا في التجاره دي براحتنا. يبقى التجاره الداخليه الرومان صلحوا لنا الطرق واحنا اشتغلنا فيها براحتنا، ما حدش قال لنا احنا انتوا بتعملوا ايه. يبقى التجاره الداخليه فيها حريه، تجاره داخليه فيها حريه، بس التجاره الخارجيه ما كانش فيها حريه دي. ليه يا عم؟ لو تفتكر الدرس اللي فات كده لما اتكلمنا عن الحضارة الرومانية، عرفنا في الحتة بتاعة التجارة ان الحكومة المركزية اللي هي الإدارة المركزية هي اللي كانت بتسيطر على الأوضاع التجارية في كافة أنحاء الإمبراطورية. أي حتة في الإمبراطورية هتروحها التجارة الخارجية دي مسؤولية مين؟ مسؤولية الإدارة المركزية. فهنا بيقول لك ان أي حد بيعمل تجارة خارجية الدولة اللي بتشرف عليه، يعني الإدارة المركزية هي اللي بتشرف عليه. إزاي؟ قال لك عن طريق إرسال ممثلين. لو أنت راجل كده عايز تتاجر فمعاك مركب ومعاك بضاعة رايح تبيعها أو رايح تشتري بضاعة، بيجيبوا لك واحد يقعده لك على المركب. ده الممثل بتاعهم معاك، بيشوفك انت بتبيع ايه وبتجيب ايه ومنين وبكام وبتعمل كل حاجه ازاي. يبقى اول حاجه في التجاره الخارجيه احنا ما كناش فيها احرار، قال لك ايه؟ اشرف عليها الرومان اشرافا كاملا، حيث كانت الإدارة الرومانية ترسل ممثلين لها مع السفن التجارية سواء في البحرين الأحمر أو المتوسط، يعني هم اللي بيشوفوا احنا بنعمله ايه. طيب، وعشان يزودوا حركة التجارة الخارجية في مصر عملوا حاجة، ايه الحاجة دي؟ اعادوا حفر القناة اللي كانت بتربط ما بين البحر الاحمر ونهر النيل اللي احنا كنا نعرفوها في الترم الاول قناة سيزوستريس. الناس ديت اعادت حفرها مرة اخرى كده ووسعتها وصلحتها عشان نعرفوا نمشوا فيها. طيب الناس دي بتعمل كل ده ليه؟ قال لك عشان يلموا مننا فلوس، يلموا مننا الضرايب. دي الاول ناس في العالم لموا مننا ضرايب وبهدلونا وشحططونا واخدوا مننا فلوس بالهبل. يبقى بالنسبه لنا او بالنسبه لهم هم احنا كنا مورد بياخدوا مننا فلوس منه. يبقى لما اجي اكلمك التجاره الداخليه بتدل ان المصريين كانوا احرار فيها. ليه؟ قال لك بيتاجروا براحتهم، لكن الخارجيه هم اللي كانوا بيسيطروا عليها سيطره كامله. طيب دول تشابهوا مع مين؟ لما تيجي تبص في التجاره الداخليه احنا هنا احرار، لكن البطالمه لما جم حكموا مصر ما سابوناش في حالنا، كانوا بيشرفوا على الاسواق وكانوا هم اللي بيحددوا السعر. يبقى هنا في اختلاف بين مين ومين، بين البطالمه في مصر والرومان في مصر. واحد عمل اشراف على التجاره الداخليه وواحد سابنا براحتنا. طيب قلت لك هم عملوا كل دوت او حطوا اشراف كامل على السفن والكلام ده ليه؟ عشان يحصلوا مننا الضرايب. فلما تيجي تكلمني عن الضرايب اقول لك خلي بالك بقى ان الرومانيين كانوا جزارين في الضرايب.
ما بيفرقش معاهم حد، هيلموا ضرايب يعني هيلموا ضرايب. وبيقول لك حطوا نظام للم الضرايب مفيش حد شاف زيه قبل كده. فبيقول لك ان النظام اللي وضعوه لم يسمع عنه في العالم القديم كله، حد شافه قبل كده، محدش سمع عنه. ليه يا عم كانوا بيلموا مننا ضرايب ازاي، او ايه النظام اللي حطوه؟ قال لك عملوا 3 حاجات. اول حاجه عملوا حاجه اسمها الاحصاءات السكانيه او الاحصاء السكاني. ايه يا عم الاحصاءات السكانيه دي؟ كلمه احصاء سكاني يعني لما اقول لك إيه؟ الشارع دوت فيه كام واحد؟ تقول لي ساكن فيه 2000 واحد، فيهم 1000 واحد شباب، فيهم 500 عيال صغيره، فيهم 500 ناس كبيره. وال1000 الشباب دولت فيهم 20 شغالين مدرسين، و10 شغالين دكاتره، و5 شغالين مهندسين. ايه ده؟ الاحصاء السكاني تحصي السكان اللي عندك، تبقى عارف هم كام، عارف كم واحد في الشارع ده، كم واحد في المنطقه دي، كم واحد في المحافظه دي، كم واحد في الدوله بتاعتك. فالرومان كانوا قاعدين عادين المصريين جثه جثه، انت فلان وانت فلان وانت فلان، وده شغال في الحته الفلانيه، وده عنده كام عيل، عارفين اعدادنا كام، عارفين اعمارنا كام، عارفين شغالين في ايه. ليه؟ عشان يعرفوا يقسموا الفلوس اللي بتتلم علينا. لو هنا في هنا 1000 شاب، فال1000 شاب هاخد منهم فلوس. طب في 5 الدنيا متريشه معاهم، زود عليهم الضرايب هات لي منهم فلوس. يبقى الناس دي عملت احصاءات سكانيه عشان تخدم الهدف الاقتصادي بتاعهم، اللي هم يلموا مننا الفلوس بتاعتهم. طيب رقم 2، فرضوا اكتر من 200 نوع من الضرائب. عندك ضرائب على كل حاجه، هتخش الحمام تدفع ضرائب، هتاكل تدفع ضرائب، هتستحمى تدفع ضرائب، هتمشي في الشارع تدفع ضرائب. قال لك ازيد من نوع 200 ضرائب فرضوه، يعني بهدلونا ضرائب. يبقى عملوا احصاءات سكانيه وفرضوا اكتر من 200 نوع من الضرائب. قال لك رقم 3، فرضوا علينا العمل الالزامي. كل فتره كده يجيبوا الشاب تعالى روح اشتغل في الحته الفلانيه ببلاش من غير فلوس، ده اسمه عمل الزامي، اكنه بيجندك كده. فاكر التجنيد اللي انت كنت بتروح تشتغل في الجيش من غير ما تاخد فلوس؟ قال لك هم عملوا حاجه اسمها العمل الاجباري او الالزامي، هاخدك اشغلك عندي ومش هديك فلوس. يبقى عملوا 3 حاجات في الضرايب، عملوا احصاءات سكانيه، فرضوا اكتر من 200 نوع من الضرايب، 3 حاجه عملوا العمل الالزامي. اهو سهلتها عليك عشان تقعد كده وانت مصحصح وفايق. ادي عندك الضرايب، يبقى انا كده خلصت لك الحياه الاقتصاديه. يبقى احنا خلصنا الحياه السياسيه، خلصنا الحياه الاقتصاديه. يلا بينا رقم 3 عندنا نتكلموا عن الحياه الاجتماعيه. لما يجي يتكلم حضرتك عن الحياه الاجتماعيه فزيها زي اي حاجه احنا خدناها في الدنيا، ان المجتمع دوت طبقي متقسم طبقات. طيب في مصر اثناء الحكم الروماني كان عندنا كام طبقه؟ قال لك هكلمك عن 5 طبقات موجودين عند حضرتك. مين الطبقه رقم 1؟ قال لك رقم 1 اللي بيحكموا الدوله، اللي هم مين يا عم؟ قال لك اللي هم الرومان. طب اسالك سؤال صغير قد كده، قبل ما الرومان يجوا كان مين اللي بيحكم؟ تقول لي البطالمه اللي هم اليونانيين اللي هم الاغريق. اذا كان قبل ما هم يجوا مين رقم 1؟ تقول لي اليونانيين. طب لما جموا الرومان بقوا الرومان رقم 1، فمين ينزل رقم 2؟ قال لك اليونانيين. واليونانيين دول قسمتهم حاجتين، في اليونانيين اللي قاعدين في المدن اليونانية، وفي اليونانيين اللي قاعدين في الريف. يبقى واحدة واحدة اهو. يبقى الرومان لما جم احتلوا المكانة الأولى، فمين اللي نزل للمكانة التانية؟ تقول لي اليونان، اللي كان في منهم نوعين، في يونان عايشين في المدن الرئيسية اللي هي المدن اليونانية اللي هم عملوها، وفي يونان عايشين في الريف. يبقى انا كده بص قلت لك اول 3 طبقات هم، عندك الرومان، عندك اليونان اللي هم الاغريق اللي قاعدين في المدن الرئيسيه ال4 اللي هو يقصد بها المدن اليونانيه، عندك الاغريق اللي قاعدين في الريف، عندك الطبقه رقم 4 عندك اليهود، واحنا عم اخر ناس في الدنيا اللي هو الطبقه رقم 5 اللي هو عندك مين؟ اللي هو عندك المصريين. يبقى انا هنا بالنسبه للمجتمع المصري اثناء الحكم الروماني انقسم ل5 طبقات. رقم 1 الرومان، 2 الاغريق اللي قاعدين في المدن ال4 الرئيسيه اللي هي المدن اليونانيه بتاعتهم اللي هم عملوها، عندك اليونان او الاغريق اللي قاعدين في الريف، عندك اليهود، عندك المصريين. طب تعالى كده خدهم لي طبقه طبقه. خلي بالك هنا
عطاك ملحوظه، تعالى ناخدهم كده من تحت لفوق عشان نسهلهم عليك. مش هم 5 طبقات؟ قلت له اه. قال لك ما ينفعش واحد يطلع من طبقه لطبقه ولا يترقى من طبقه لطبقه الا باذن رسمي من الامبراطور. الامبراطور بس هو اللي يرقيك، يطلعك من طبقه يوديك الطبقه اللي فوق منها. يعني انت لو فقير ودخل لك دخل متوسط ما تطلعش غير لما هو يقول لك. لو انت في الطبقه المتوسطه وعايز تطلع في الطبقه العاليه ما تطلعش لها غير لما هو يقول لك. فبيقول لك ما فيش حد بيترقى من طبقه لطبقه الا باذن من الامبراطور. ادي عندك الملحوظه اللي حطها لك. كان لا يسمح لاي احد من فئه سكانيه ان يرقى الى فئه اعلى الا بقانون يصدره مين؟ الامبراطور بنفسه. هو الوحيد اللي يقول لك ارتقي. طيب تعالى ناخد الطبقات من تحت لفوق كده. اخر طبقه تحت في قاع المجتمع هم المصريين. فبيقول لك مين هم المصريين؟ قال لك بالعربي. مش احنا قلنا هم 5 طبقات اللي هم الرومان والاغريق اللي في المدن الاربعه والاغريق اللي في الريف واليهود؟ قلت له اي حد مش من الاربعه الاولانيين دول بعتبره في طبقه المصريين. فلما يكلمك عن المصريين بيقول لك ايه؟ بيقول لك يقصد بهم كل من كان يعيش في انحاء مصر وليس من الفئات السابقه، مش من الاربعه اللي قبل منهم. طيب الناس دي هي اللي كانت بتدفع الضرائب اللي انا كنت لسه بقول لك عليها من 5 دقايق. فبيقول لك ايه؟ فرض عليهم كافه الاعباء الضريبيه. المصريين هم اللي بيدفعوا فلوس، المصريين هم اللي بيدفعوا الفلوس. طيب الناس دي اتفرض عليها الاعباء الضريبيه ومش كده وبس، محدش ليه حق يفتح بقه ولا يتكلم. فقال لك ايه؟ ليست لهم حقوق قانونيه. ليست لهم حقوق قانونيه، محدش يفتح بقه. يبقى المصريين دي اخر طبقه تحت، اخر طبقه تحت. اي حد مش من الاربعه اللي فوق يبقى في طبقه المصريين. هم دول اللي بيدفعوا الضرايب اللي عليهم الاعباء الماليه وما لهمش اي حقوق. طيب اطلع درجه تلاقي مين؟ قال لك تلاقي اليهود. اليهود بقى كده ايه؟ واخدين نفسهم كده وقاعدين متكنزين في حته في اسكندريه اسمها الحي الرابع. والحي الرابع اللي هو يقصد بيها دلوقتي منطقه كرموز عموما. فلما يقول لك ايه اليهود تقول لي كانوا قاعدين لوحديهم فين؟ قال لك قاعدين في الحي الرابع في اسكندريه. الحي الرابع في اسكندريه. طيب اليهود دول اشتغلوا في ايه؟ قال لك اي حاجه بتجيب فلوس. تجاره والاعمال المصرفيه والمراباه، اللي هم كانوا بيسلفوا ويرجعوا ياخدوا فلوسهم بالربا يعني بالزياده. يبقى الناس دي اشتغلت في ايه؟ اي حاجه بتدخل لهم فلوس عموما وفلوسها ياما. فبيقول لك كان اصحاب رؤوس اموال معاهم فلوس فاشتغلوا في التجاره والبنوك والمراباه. ادي عند حضرتك اليهود. مين اللي اعلى من اليهود؟ قال لك الاغريق اللي كانوا عايشين في الريف. يعني ايه عايشين في الريف؟ قال لك يعني قاعدين في عواصم الاقاليم بتاعت مصر. كل اقليم له عاصمه، هم قاعدين في العواصم بتاعت الاقاليم دي. شغالين في ايه؟ قال لك شبه اليهود، يعني في نفس الفلوس او نفس الحاجه اللي بتدخل فلوس. هم قلنا اليهود كانوا شغالين في ايه؟ قلنا اليهود شغالين في التجاره وفي البنوك وفي المراباه. طب دول اشتغلوا في ايه؟ نفس الحاجه قريبه منها. بص قال لك ايه؟ شغلوا في المناصب العامه في الدوله، دي زياده عليها، والاعمال المصرفيه والتجاره. ادي التجاره والاعمال المصرفيه هم شبه اليهود، بالاضافه الى اللي هم اخذوا بعض المناصب العامه في الدوله. يبقى اللي فرق ما بين الاثنين دول ان انا اليونانيين عطيتهم بعض المناصب العامه في الدوله. طيب لو طلعت من اليونانيون اللي عايشين في الريف تاخد اليونانيون اللي عايشين في المدن الاربعه. ويقصد بالمدن الاربعه هي المدن اليونانيه او اللي انشاها اليونانيين اللي هي كانت بالنسبه لهم مميزه. طب الاغريق اللي كانوا عايشين في المدن الاربعه قال لك دول بالنسبه لنا الطبقه الوسطى، يعني اي حد تحت منهم ده كان طبقه دنيا. فدول بالنسبه لي هم الطبقه الوسطى. وعشان هم الطبقة الوسطى أنا عطيتهم امتيازات، يعني عطيتهم بعض الخصائص كده والصلاحيات، انتم مميزين فعطيتهم امتيازات ميزتهم عن باقي الطبقات. الميزة قال لك مش هدفعكوا ضريبة الرؤوس. مين ضريبة الرؤوس دي يا عم؟ قال لك ضريبة الرؤوس اللي هي الجزية. يعني كل واحد عايش في الدولة كان المفروض بيدفع ضريبة اسمها ضريبة الرأس أو الجزية، اللي هو أنت بتدفعها عشان الدولة بتدافع عنك. فالناس ديت ما دفعوهاش ليه؟ لان هم اخذوا بعض الامتيازات. طب انت بتقول لي قاعدين في المدن الاربعه الرئيسيه، هو مين المدن الاربعه الرئيسيه؟ كنا واخدين فيهم 3 قبل كده اللي هم انشاهم مين؟ انشاهم اليونان. اللي هم مين يا عم؟ كنا بنقول لهم كده، كنا قلنا ايه؟ بطلاميس، نقراطيس، اسكندريه. كنا بنقول كده بطلاميس، نقراطيس، اسكندريه. طب مين المدينه الرابعه؟ قال لك المدينه الرابعه انطونيو بوليس. ادي المدينه الرابعه بتاعتهم. طيب يجي بعد كده نطلعوا بقى الطبقه.
اللي هم رقم واحد في المجتمع، اللي هم مين؟ اللي هم بيحكموا. اللي هم مين يا عم؟ قال لك اللي هم الرومان. لما تيجي بقى تبص للرومان، فقال لك ان الرومان دول اتقسموا ذات نفسهم لثلاث مستويات، بس هم كده كده كل المستويات دي رقم واحد في المجتمع، بس بينهم وبين نفسهم متميزين كده. الوالي اللي هو بيحكم، تحتيه الجنود اللي بيحموا الوالي وبيحموا المكان اللي هم قاعدين فيه، وبعد كده رقم ثلاثة المواطنون الرومان. يبقى الوالي الروماني، بعد كده الجنود الرومانيون، بعد كده المواطنون الرومانيون. يبقى الرومان عموما كانوا في مصر ساعتها رقم واحد. لما تيجي تبص الرقم واحد فيهم اللي هو الوالي، اللي هو الرأس بتاعهم او اللي بيحكم او اللي هو بيمسك في ايديه زمام الامور. فبيقول لك ان الراجل دوت كان قاعد فين؟ خد المعلومة دي، اللي احنا من ساعه ما الاسكندر بنى الاسكندريه كانت هي العاصمه. في البطالمه كانوا بيحكموا منها، لما جه الاغريق او اسف جم الرومان كانوا بيحكموا منها برضه. فالراجل الوالي ده كان قاعد فين؟ تقول لي كان قاعد في اسكندريه. يبقى لما بكلمك عن الوالي قال لك اهو كان راس الهرم الاجتماعي رقم واحد. يقيم فين؟ قاعد في الاسكندريه، ويساعده حكام المديريات، هم بيساعدوه في الحكم وهو قاعد بيحكم من اسكندريه. لما اتكلمني عن الجنود الرومان، فالجنود دولت اللي هم الفرسان من المشاة، اللي هي الجنود بتاعته او الضباط بتاعته. فبيقول لك ان الجنود من الرومان جنود الحاميه الرومانيه التي عاشت في مصر وتنضم للفرسان اللي هم المشاة. طيب المواطنون هنا، المواطن الروماني مش زي اي مواطن، واللي جه مصر ده كتر خيره. ليه يا عم؟ قال لك اصلك المواطنون اللي هم من الرومان اللي جم عندنا مصر، الناس دي كتر خيرها هي جايه معاها فلوس، فهي جايه تستثمر في مصر، فلازم اديهم امتيازات ولازم اعفيهم من الضرائب ولازم يتعاملوا احلى معامله واحلى اكل واحلى شرب. فلما بيجي يكلمك هنا عن المواطنين الرومان، بص قال لك ايه؟ قال لك هنا الذين قدموا الى مصر للتجاره نظرا لثرائهم، كان معاهم فلوس جايين يتاجروا يا عم. فعملوا ايه؟ تمتعوا بكافة الامتيازات المالية والقانونية. بص اخدوا كل اللي ليهم امتيازات مالية، ليهم امتيازات قانونية، محدش فيهم يدفع الضرايب، عكسنا تماما. قال لك انت ولا ليك قانون او ليه مالكش اي حق قانوني، وفي نفس الوقت انت اللي بتدفع الضرايب، هم ما عندهمش الكلام ده. فلما تيجي تبص كده لطبقات المجتمع تم تقسيمها لخمس طبقات: الرومان، الاغريق في الاربع مدن الرئيسيه، الاغريق في الريف، بعد كده اليهود، بعد كده المصريين. انت قسمتهم بناء على ايه؟ قال لك تقسيم اقتصادي، الاغنى فوق الفقير تحت. يبقى انت كده مجتمع عنده تمييز طبقي، خلي بالك من الحاجات ديت. كده انت خلصت النهارده ايه؟ احنا كده خلصنا النهارده الحياه السياسيه، خلصنا الحياه الاقتصاديه، خلصنا الحياه الاجتماعيه، فاضل لك ثلاث حاجات ان شاء الله اللي هم الحياه الدينيه والحياه الفكريه والحياه الفنيه. ان شاء الله ناخدهم الحصه الجايه وتبقى اخر حصه في السنه ويبقى مسك الختام، واشوفكم على خير ان شاء الله.